السلام عليكم. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده موجه للشباب اللي في سني، اكبر مني حاجه بسيطه، اصغر مني حاجه بسيطه، يعني الجيل بتاع الفتره دي. بيطلق عليه جيل زد. بص يا صديقي، معظم الناس او معظم الشباب هتلاقوهم الفتره دي متضايقين، زعلانين، محدش مبسوط بشكل كبير. ودي لشوية أسباب مش من فراغ. يعني الواحد لما بيقعد مع نفسه كده هيلاقي نفسه هو مش تمام، مش أحسن حاجة. ومتعرفش تحكي، متعرفش تحكي مع اللي قدامك. وزي ما قلت لك، دي ليه شوية أسباب. إيه الأسباب؟ إحنا في عالم كله سوشيال ميديا. إحنا دلوقتي كل واحد عنده حساب على الفيس، على الانستا، على اكس، على تويتر، على كل المواقع التواصل يعني. فبالتالي كتر التصفح ليل نهار على المواقع دي، والناس اللي موجودة على المواقع دي بدأوا يدونا انطباعات عن الحياة غلط. فبدأنا ناخد الاعتقادات أو المعتقدات دي إن هي الصح. يعني هم ادونا حاجات غلط، واحنا كشباب، يعني احنا كشباب من 10 سنين، 15 سنة، لحد مثلا واحد عنده 33 23 سنة، 25 سنة، لحد 30 سنة، بدأنا من كتر الحد ما بتقرر على السوشيال ميديا، بدأنا نتأكد إن أو بدأنا نعتقد إن الحد دي صح. زي إيه مثلا؟ تلاقي مثلا المشهور اللي هو مثلا بيغني أو لاعب كورة أو أيا كان، يعني المهنة بتاعته، هو الرول موديل أو القدوة للشباب الصغيرة. تلاقي مثلا المغني ده هو القدوة للشباب اللي طالعة، اللي مش واعيين بقدر كافي يعني. تلاقي مثلا الممثل عمل مثلا فيلم كويس او مسلسل كويس مثلا في رمضان، فتلاقيه واخد ترند كبير. تمام. واي فعل هو بيعمله بيأثر على الشباب اللي طالعه. ودي مصيبة في حد ذاتها. دي مصيبة في حد ذاتها. ليه؟ لأن الناس دي حياتهم غير حياتك تماما خالص. يعني هم حياة وانت حياة تانية خالص. فبتبدأ المشكلة تظهر فين؟ انك لما تقارن حياتك بحياتهم هتكتئب. يعني مثلا انت بتتعلم، انت في مرحلة تعليم، وتبص مثلا لمغني او لحد مشهور، يعني بايا كان المهنة بتاعته، وتقول، فتبص لنفسك، انا بتعلم ايه اللي انا عملته؟ طب هو ده بيغني، طب عنده عربية والتانية، وعنده عقارات، وعنده. طب اديك شايف العلم ملوش لازمه، والغنى والكلام ده والتمثيل هو اللي بالمستقبل. اديك شايف في الكوره، اللعيب ياخد 30 و40 50 100 مليون و200 مليون. اديك شايف، طب ما انا اطلع ابني لعيب كوره. ما هو بص، هي دي المصيبه اللي احنا وجعنا فيها، ان احنا بعدنا عن او بدأنا نتخلى عن المعتقد الأساسي أو المفروض إن نعتقده عن الحياة، أو المفهوم الأساسي عن الحياة. إحنا للأسف الكبير اعتقادنا عن الحياة بقى خاطئ تماما. المفروض إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا إن إحنا نعبد ربنا. دي الهدف الإلهي، أو الهدف إن إحنا نكون موجودين في الكون ده، إن إحنا نعبد ربنا. طيب ونعمر الكون. الأهداف دي للأسف اتغيرت مع الوقت. فبدأ الإنسان يعيش حالة من القلق والتوتر والتعب وعدم الطمأنينة والإنسان بقى بقى دايما عايش في مقارنات مع غيره. فبقى ساب التعليم، بدأ يتجه لحاجات تانية، الغنى، التمثيل، إنك تطلع ابنك لاعب كورة، إن كل الحاجات دي بهدف الشهرة وبهدف إنك يكون غني. مفيش اعتقاد. يعني مثلا اطلع ابني استاذ، يا عم استاذ ايه ده؟ استاذ ده مش عارفه يا ابني. ما هو مش الفكره مش في المرتب. خليه يطلع مثلا مدرس مثلا. يقول لك يا عم مدرس ايه؟ انت شايف مدرسين بياخدوا؟ يا حبيبي ما هو مش بالمرتب.
المدرس ده، المدرس الصح يعني، هو ده قدره كبير عند ربنا، قدره كبير عند ربنا، بيأثر في اللي حواليه، بيكون ليه قيمة حتى بعد وفاته. يعني القيمة اللي بيسيبها المدرس لما بعد وفاته يعني تبقى كبيرة. تمام. الناس بتفتكره بالخير. انت لو بقيت مليونير محدش هيفتكر فلوسك، الناس هتفتكر أعمالك. فأنت حاول تسعى الحياة، حاول تسعى الحياة لهدف ثمين، هدف كويس. تمام. ما يكونش هدفك انك تجيب فلوس وخلاص، ما يكونش هدفك تكون مشهور زي الناس اللي هي. يا ابني ماشي، وبعدين يعني خليك يعني بقيت مثلا زي المغنيين بحمو بيكا، حسن شاكوش، الناس دي. طب وبعدين ماشي، وماذا بعد؟ يعني انت خلاص، انت ربنا توفاك ودخلت القبر، سبت ثرواتك دي كلها، ولادك خدوها، مش عارف ايه. ايه اللي انت سبته؟ إيه اللي انت عملته؟ طب ما الحياه يا حبيبي 50 60 سنه، ما انت سيبها وماشي. فالمشكله الاولى ان هي المقارنه، ومقارنه مع الاخرين، يعني اللي الناس اللي على السوشيال ميديا. ليه انا باكد الكلمه دي، او ليه بتك على موضوع السوشيال ميديا دي؟ لاني تقريبا كده 24 ساعه احنا قاعدين على السوشيال ميديا، 24 ساعه حرفيا يعني. فكل الحاجات السيئه وكل الافكار السيئه اللي بدات تكون موجوده عند الشباب جايه من السوشيال ميديا. كل الناس على الانستجرام صور وهم مثلا في المالديف وفي دهب ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب ليه ما اكونش زي الناس دي؟ حتى برضو الكلام ده بدأ يؤثر بالسلب على على الشباب، سواء بنات او صبيان. ان تلاقي مثلا البنت بتكلمها في معتقدات، هي عايزه تكون زي حد معين، عايزه تبقى في مكانه معينه، من الممثلين، من المشاهير. اهو في حد من المشاهير بيبدأ يدس السم في العسل، انت لازم تكوني، ولازم. فكل المعتقدات اللي المفروض اللي اتربينا عليها، كل المعتقدات اللي المفروض الاسلام بيقول لنا عليها، اتغيرت مع الوقت. ايه اللي غيرها؟ الرأسمالية، الفلوس هي اللي غيرت المعتقدات دي، هي اللي دمرت تفكير الشباب سواء صبيان او بنات. آه، فنصيحتي إني نفكر ونعيد ترتيب حساباتنا، ونعيد ترتيب وجهات نظرنا في الحياة. لأن هنتعب أكتر لأن الفترة اللي جاية مع وجود أدوات ال AI وحتى آه، مع تطور السوشيال ميديا دي، الوضع هيكون أسوأ من كده. فخد بالك من أفكارك، خد بالك من التفاعلات اللي أنت بتعملها على السوشيال ميديا، لأن هي هتأثر عليك سواء بالسلب أو بالإيجاب. ونصيحة مني برضو، حاول تتابع الناس المفيدة على السوشيال ميديا، دول هيغيروا حياتك بشكل كويس، وهتبدأ تقتنع بأفكارهم وهيبدأ يغير تفكيرك. سواء على اليوتيوب تبدأ تشوف الناس الكويسة، الناس اللي هي بتدي أفكار، تدي نصايح، تدي ليها تجارب في الحياة بشكل كويس، تبدأ تتعلم من الناس دي. لو أنت على الفيس برضو ابدأ تتابع الناس المؤثرة بشكل كويس. بلاش تفاهة كتير، بلاش بلاش ضياع وقت وتقضية الفراغ في ضحك ولهو ولعب وحاجات غريبة، ما تفهمني غلط. استفيد بالسوشيال ميديا انك تحط نفسك في مكانة، او المكانة دي او بيئة، يعني البيئة دي تكون ناس كويسة. في على السوشيال ميديا، في يعني السوشيال ميديا ناس شيوخ كويسين، ناس محترمة، ناس في مجالك. حاول تدور على الناس دي وتتابعهم، حياتك هتتحسن بشكل كبير، وهتعيش آه، هتعيش مبسوط إلى حد ما يعني. وبس، وإن شاء الله خير، وربنا يوفق الجميع يا رب. سلام.